حاولي دايمًا أكلِك يكون فيه بروتينات، لحوم، أسماك، بيض، يكون فيه فواكه، يكون فيه خضروات، بحيث إن جسمِك لمّا يستلم إشارة من طفلِك يطلب احتياجاته، يكون جسمِك في الوقت ده قادر إن هو يلبي احتياجات طفلِك، ولإن طفلِك كل أكل بتاكليه هو بيشعر بيه، تاكلي جوافة، تاكلي تفاح، تاكلي مانجا، تاكلي أكل فيه ريحة فانيليا، فينزل اللبن بطعم كل أكل أنتِ أكلتيه، فيبدأ الطفل يستطعم الطعم ويحس بريحة الأكل اللي أنتِ أكلتيه، فكل يوم بينزل لطفلِك الأكل بريحة ونكهة مختلفة حسب طبيعة أكلِك، فمنها الطفل بيبقى متقبّل لبن الأم باستمرار لإنه كل يوم طعم مختلف وجديد، ومنها بتعوّديه إن هو يتقبّل الأصناف ديّة بعد كده لمّا نيجي ندخّلها من عُمر 6 شهور لسَنة زي ما هنتكلّم في الفيديو الجاي إن شاء الله.